أهلا. عايز أكلمكم بخصوص موضوع الرجل الصعيدي والبنت واللي حصل في المترو. رأيي باختصار إن اللي حصل هو فرض تقاليد ونمط حياة إجباري على الآخرين. الراجل طلع ومن الصعيد او الارياف او لمكان له اسلوب حياه وتقاليد معينه، خرج منها وجه للمدن، ومع اول موقف يشوفه مش بس غلط لا، هو ما حصلش لبس في الموقف او انتقاد لوضع البنت، هو شتم واهان البنت، ومش بس البنت، ده عمم وقال ان مفيش بنت او ست محترمه بتمسك موبايل تاتش. طيب ايه رايكم في الصور دي؟ هل دي عادي برايكم؟ يعني الصور دي عادي، لكن بنت تحت رجل عليا رجل، ده إيه اللي يعطيك الحق انك تهينها وتهين؟ انت كده بتهينها وبتهين الستات، وبدل ما تنتقد الفعل بتنتقد الفاعل، وده غلط. وكمان لو مش عاجبك كان ممكن تفهمها براحه وبالهداوه وبصوت واطي، مش بالطريقه دي انك تتعالى عليها وتفرض ثقافتك وتقاليدك عليها بالاجبار. ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال لا اكراه في الدين، ده ربنا اللي قال كده وقال لكم دينكم ولي دين، فانت مين علشان تفرض ثقافتك وتقاليدك عليا بنت او عليا كل النساء؟ لا، وكمان بتعميم وبتقول كل النساء غير محترمين. ولو عايز تنصح فطريقه دي اكبر غلط لو نيتك انك تنصح. اخرين اوجههم للراجل الصعيدي ده وامثاله. واحد، انت مش رسول كي توجه للناس الصح والغلط وجنه ونار، دي مش بتاعتك، دي حريتها، دي حرتها. رقم اتنين والاخيره، ارض الله واسعه، ارض الله واسعه، وركز في الكلمه دي. وشكرا نحامي.